الموقر دولة رئيس المجلس الشعبي الوطني الموقر، سيادة الوزير الأول المحترم، معالي الوزراء، زميلاتي زملائي الأفاضل، حضور الكرام، سلام الله عليكم. إن المشروع الذي يجمعنا اليوم يعلى بكثير عن التحزب ويعيدنا بشكل ما إلى منبع النهضة الجزائرية الحديثة الذي انبثق في نوفمبر 54 وتدفقت طاقاته الكامنة كقوة دافعة لوحدة الصف وتضافر الجهود والسعي إلى إقامة دولة وطنية ديمقراطية واجتماعية مبنية على المؤسسات. إنه مشروع يتضمن بوضوح جميع العناصر المكونة للديمقراطية الحديثة، وتعتبر هذه العناصر كلها أهداف ضحى من أجلها وباشر في تحقيقها جيل الثورة، وها هو اليوم هذا الجيل الفد يتركها كأمانة لإجيال الاستقلال بغية مواصلة الجهد والعطاء نحو بلوغها. قد لا يشاطرنا البعض في الرأي، وهذا أمر طبيعي، لأن يكون نص من حجم متين كهذا محل جدل وأن يثير تضاربا في الآراء معبرا عن مواقف وقناعات وحسابات تدل كلها على ما وصلت إليه بلادنا أثناء العقد المنصرم من أسلوب جديد يعتمد على التعبير الحر والمنافسة السياسة السلمية عوض اللجوء إلى المجابهة الدموية. وهذا يدل على بروز جو مناسب لتحرير الفكر تدريجيا من التضييق الذي كان ربما يؤثر عليه أثناء الأربعينية الأولى من الاستقلال. والجدير بالذكر أن المشروع المعروض أمامنا اليوم لم يأتي أبدا كمشروع ظرف نتيجة لما يسمى بالربيع العربي، بل يشكل محورا هاما من محاور استراتيجية التقويم الوطني التي أعلن عنها المرشح للرئاسيات السيد عبد العزيز بوتفليقة في شهر فبراير 99 بهدف القيام على مراحل بإخماد نار الفتنة والقضاء على مخلفات الحرب الأهلية التي أدمت وخضبت البلاد خلال عقد كامل من الزمن، وكذا تجديد الصلة بالأهداف السياسية لبيان أول نوفمبر 54. وبالفعل كلنا نتذكر خطاب 2004 على وجه الخصوص الذي عبر من خلاله رئيس الجمهورية عن إرادته في العمل على المرور بعزم من الشرعية الثورية إلى الشرعية الشعبية لنظام الحكم. وهكذا وبعد مرحلة المشاورات والدراسة والإعداد والتحكيم السياسي، ها نحن اليوم ندخل في مرحلة الإنجاز الفعلي بهذا المشروع الذي سوف يفتح بالتأكيد آفاقا واسعة لبناء نظام جديد أين يصبح المواطن المنبع الوحيد للشرعية السياسية، وهو يرمي كذلك إلى تطوير التنظيم الخاص بالقانون العمومي في بلادنا في الاتجاه السليم المتمثل في تقوية المؤسسات وفقا للمعايير المعمول بها في الأنظمة الديمقراطية القائمة في البلدان المتقدمة، علما بأن الإنجاز الفعلي سوف يتم على مراحل لكي لا يبقى الدستور الذي بادر به رئيس الدولة بكل جلاء وصبر ورشاد مجرد حبر على ورق. وبطبيعة الحال ومع احترامنا للجميع، هناك من يشكك في هذا المسعى بحجة أن الدستور الجديد جاء متأخرا نظرا لما يصفونه بالخطيئة الأصلية التي ارتكبت حسب رأيهم من خلال تكريس نظام الحزب الواحد في دستور 63 عوض الدخول مباشرة غداة الاستقلال في التعددية الحزبية. وهم يتناسون في ذلك أن الجزائر 62 كانت على حرف الهاوية من جراء الحرمان المطلق السائد آنذاك، ولما خلفته الحرب من خراب كامل ومئات الآلاف من أرامل الشهداء واليتامى والمعطوبين واللاجئين والعائدين من سجون، ناهيك عن الأمية والمجاعة والبطالة والشلل الذي أضر بالإدارة وبالاقتصاد وبالمدارس، وكذا تحطيم الآلات الفلاحية من طرف المستعمرين قبل هروبهم، وكذا نذرة المرافق الصحية ونذرة الطرقات والجامعات ومراكز التكوين والإنارة وشبكة المياه وغيرها. وفي تلك الحالة الكارثية التي كان يبحث فيها الشعب عن البقاء فقط، أفيعقل الحديث عن التعددية والتحزب؟ ومن ذا الذي كان مستعدا يا ترى للإصغاء لحديث طوباوي كهذا؟ وهناك من يشكك أيضا في جدية مساعدة تعديل الدستور بحجة أن مجمل المؤسسات القائمة اليوم غير شرعية، وينبغي إذن بادئ ذي بدء حسب رأيهم استبدالها من القمة إلى القاعدة قبل الشروع في تطوير الدستور. وهم متناسون في ذلك أن كل التجارب الإنسانية القديمة والحديثة
تبين أن موضوع الديمقراطية والتعددية الحزبية والشرعية الشعبية أمر خطير لا يكفي تناوله بالشعارات والتصريحات والتصورات النظرية والأمنيات مهما كانت نزاهتها، وأن الديمقراطية ليست كيانا ثابتا قابلا للاستعمال المباشر فورا وعلى المراد، كما أنها ليست نموذجا كاملا وصالحا لكل مكان وزمان، بل هي نظام مربوط بواقع كل مجتمع وأوضاعه الثقافية والاقتصادية والذهنية، كما أنها مسار طويل المدى مبني على تحصيل ورسم الممارسات والمحاولات، وهو مملوء بالمكائد والمخاطر كما تبينه بوضوح تجربة دستور 1989 في الجزائر على سبيل المثال لا الحصر. ومهما يكن فإن رئيس الدولة قد استوعب كلية هذه المعطيات بحكم تجربته الطويلة، الأمر الذي يفسر بكل وضوح الأسلوب التدرجي الذي تم اعتماده بفطنة فيما يخص الإصلاحات السياسية في بلادنا، وبخطوات ثابتة وأكيدة منذ سنة 2002، والتي تقضي اليوم إلى دستور تعتبر مبادئه امتدادا لتلك التي جاءت في بيان أول نوفمبر وأرضية الصمام. أيتها السيدات أيها السادة، إننا على يقين بأن هذا الدستور سوف يفتح الباب على مصراعيه لعصرنة العمل السياسي في الجزائر وتوسيعه لمختلف فئات المجتمع وبخاصة الشباب والمرأة، وتكوين الفرد المواطن ونشر الثقافة السياسية والقضاء على الممارسات السلبية، علما بأن الكيفية التي وصل بها إلينا كانت معقولة ومنطقية سواء تعلق الأمر بالشكل أو بالمضمون. أما من حيث الشكل فالأمور واضحة، لأنه يحق لرئيس الجمهورية أن يبادر بتعديل الدستور كما هو معمول به في الكثير من الدول، لا سيما وأن هذه الطريقة تضمن النجاعة في العمل والانسجام في المضمون وتجنب النزاعات حول موضوع يفوق بكثير كل الاعتبارات الحزبية والفئوية الضيقة في ظرف يميزه وللأسف الشديد الانشقاق وعدم القدرة على التعاون المستمر بين الفاعلين السياسيين في بلادنا، حتى ولو تعلق الأمر بالمسائل الجوهرية التي تهم الوطن ككل. ومن حيث المضمون فإن التعديلات والإضافات وما تحمله من أسباب وأهداف جد إيجابية، ولم نرى فيها صراحة ما قد يزعج أو يضايق كل من يجعل من الصالح العام ومصلحة الوطن شغله الشاغل. وفي الختام أود أصالة عن نفسي ونيابة عن مجموعة الثلث الرئاسي في مجلس الأمة التي يشرفني تمثيلها أن أقول بصوت عالي أن ما تقدم به رئيس الجمهورية لهذا المؤتمر الموقر وما سيحظى به من تأييد قوي سوف يسجله التاريخ بحروف ذهبية، نظر لما يفتحه من آفاق واعدة وورشات جديدة في مجال التعايش والنهوض بالنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة على أسس صلبة وواضحة وفي ظل الوحدة والتضامن والعدالة الاجتماعية. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.